الفنانة سناء جميل في مسلسل الراية البيضاء، طبعا يعني شخصية او في يعني مسلسل عبقري شويه من وجهه نظري، وشخصيه عبقريه يعني مثلتها بشكل عبقري الفنانه المرحومه سناء جميل. فطبعا احنا بنشوف هنا شخصيه انانيه قهريه، بمعنى ان هي انسانه متمركزه حول النفس، هي ليها متطلباتها، هي كانت بتتاجر والتجاره بتاعتها يعني علمتها ان هي الحصول على مكاسب باي شكل كان وازاله اي شيء في الطريق. انا في الاول خالص قبل انت ما ترجع من البلاد بره فكرت اشتري الفيلا دي، لما قالوا لي ان صاحبها قافلها على الفاضي قلت خلاص ما تشتريها يا فضه، ما دام صاحبها مش مزنوق لها وهي حته تبقى جنب حتتك اللي وراها وتفتحيها على البحر. لكن لما المحامي انيس عصلك ركبت في دماغي بعنده وصممت ان انا اشتريها، لكن طبعا ما كنتش هضرب حد على ايده ولا اخدها غصب عن صاحبها. انا كل اللي كنت هعمله كنت هزود الفلوس شويه، ولما ترفض كنت هصرف نظر. وما عملتيش كده بالفعل ليه؟ شفتك. نعم شفتك. شفتني يعني ايه؟ يعني كلمة ونظرة عين والاسم وياها. طبعا هي ست ما عندهاش، مش متعلمه يعني، عندها جهل يعني، فطبعا هي لا تقدر قيمه الاماكن اللي هي الاثريه والاماكن اللي ليها قيمه انسانيه، فطبعا بتخش في صراعات بقى مع الناس المتعلمين والمثقفين، حتى بيكون يعني يعني من ضمنهم حد من اقاربها يعني، ومع ذلك هي ملهاش دعوه، هي الجزئيه القهريه اللي هي مصره على اللي هي فيه وانانيه بشكل كبير جدا جدا. لا انا ههد القصر عشان خاطر لازم ابني مكانه كذا كذا عشان انا هكسب وهكسب وهكسب، وانا ماليش دعوه بالجزئيات اللي هم بيتكلموا عنها، لان هم ناس ليهم طريقه تفكير وانا ليا طريقه تفكير، ودي قصه ودي قصه زي ما بيقولوا، ودي كانت من المسلسلات الجميله قوي قوي اللي احنا شفناها ونفسنا تتعاد يعني.